تعالوا نتعلم أهم 50 جملة في اللغة الإنجليزية تقدروا إن انتوا تعتمدوا عليهم في المحادثات اليومية والconversations. تعالوا نبدأ. في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نسأل حد عن أي معلومات احنا عايزين نطلبها، وكمان ازاي نرد على الأشخاص لو حد سألنا مثلا أو طلب مننا معلومات، ازاي نسأل حد عن أحواله، وازاي نرد كمان ونتكلم في مواضيع مختلفة، وحتى هعلمكم ازاي ان انتوا تقفلوا الكلام مع حد مش عايزين تتكلموا معاه بالذوق. تعالوا نتعلم مع بعض ونشوف الفيديو. وخلي بالكم كمان في اخر الفيديو ده هعمل لكم براكتس تقدروا ان انتوا تتدربوا فيه معايا على المحادثه. هعمل لكم محادثه بسيطه جدا جدا نقدر نعمل بيها ابلكيشن وتدريب مع بعض على كل اللي اتعلمناه، فميك شور ان انت تشوف الفيديو ده النهارده للاخر لانه هيفيدك جدا جدا. يلا بينا نبدا الجمل. واول مجموعه هتكون عن ان انت تسال حد عن احواله وازايه وازاي تقول له how are you باكتر من طريقه. تعالوا نشوف. اول حاجه واتساب. واتساب بس دي بتكون informal أو بتكون غير رسمية، دي معناها ازيك أخبارك ايه وكده. تاني حاجة what's new. what's new دي ممكن تستخدمها لو عايز تسأل حد عن أحواله من آخر مرة انتوا اتكلمتوا فيها مع بعض، يعني انتوا شفتوا بعض واتكلمتوا وعايز تعرف الابديتس والحاجات الجديدة فتقول له what's new. what's new. طيب عايز تسأل حد عن كل بقى الأحوال، ايه الجديد، ايه اللي بيحصل معاه، ممكن تقوله how is it going. how is it going أو how is everything. how is everything يعني قول لي كده كل حاجة أخبارها ايه معاك. واللي تقدروا تستخدموه هي casual قوي كده وفريندلي، تقدروا تقولوا how are things. how are things ايه الأخبار، ايه الأحوال، ايه الدنيا كده. هقول لكم طريقتين تحس ان هم رسميين وفورمال كده برضو. ممكن تقولوا how's life أو how's life treating you. how's life treating you الدنيا عاملة معاك ايه، الدنيا ماشية معاك ازاي كده، نفس الطريقة. والتعبير الجاي دوت هتسمعوه أكتر في البريتش accent أو في الأفلام البريطانية وهكذا، وهو What have you been up to recently. What have you been up to recently يعني انت مؤخرا كده بتعمل ايه الجديد اللي معاك. recently يعني مؤخرا. خلي معاك ورقة وقلم واكتبوا كل الحاجات اللي احنا بناخدها في الفيديو النهاردة علشان تقدروا ان انتوا تستخدموها وتستفيدوا منها. تاني مجموعة هنتعلم فيها ازاي نرد على حد بيسألنا عن احوالنا. اشهر حاجة طبعا I'm fine thank you. I'm fine thank you يعني انا تمام شكرا. طيب لو مفيش حاجات كتير قوي اتغيرت فتقدر تقول pretty good. pretty good يعني تمام مفيش حاجات كتير قوي اتغيرت. same old really. same old really على حطة ايدك زي ما انا مفيش اي جديد. ولو انت مش كويس قوي يعني تقدر تقول not so good really. not so good really يعني مش تمام قوي الصراحة. او كمان تقدروا تقولوا could be better. could be better يعني ممكن اكون احسن. لو انت بقى الدنيا معاك تمام بس انت يعني عايز تغزي العين كده ومش عايز حد ياخد باله فتقول له can't complain. can't complain يعني ما اقدرش اشتكي والله بس الحقيقة ان الدنيا معاك تمام. فاصل سريع. افكركم لو مشتركتوش معايا في قناتي انجلش فلوج اضغطوا دلوقتي حالا اشتراك. اضغط دلوقتي حالا اشتراك وفعلوا الجرس كمان وتعالوا نكمل. تالت مجموعة نتعلم فيها ازاي نقول شكرا باكتر من طريقة. اول حاجة نقدر نقول I really appreciate that. I really appreciate that يعني فعلا انا مقدرة للي انت عملته معايا. I'm really grateful. I'm really grateful يعني أنا ممتنة جدا. That's so kind of you. That's so kind of you يعني ده بجد كويس منك جدا. لو حد عمل معاك action kind كده أو تصرف طيب منه فتقول والله ده يعني حاجة كويسة قوي منك. طبعا بحاول ان انا اشرح لكم المعاني بابسط الطرق كده اللي احنا بنسمعها كل يوم في حياتنا اليومية، وكمان كاتبها لكم كلها قدامكم علشان تقدروا تستفيدوا من الدرس 100% ان شاء الله. لو انت ناوي بقى ترد الجميل او الحاجة الكويسة اللي الشخص عملها لك فتقدر تقوله I owe you one. I owe you one يعني انا مديون لك بحاجة او بحاجة كويسة تانية اعملها لك ف I owe you one. تعالوا ندخل في المجموعة الرابعة. هنتعلم ازاي نرد على حد بيقول لنا شكرا. اشهر حاجة طبعا you're most welcome. you're most welcome يعني زي ما بنقول كده اي خدمة مفيش مشكلة خالص. ممكن كمان نقول no worries. no worries
يعني مفيش أي مشكلة، تمام، أهلا بيك. أو ممكن تقول my pleasure. my pleasure يعني دي حاجة أسعدتني أو فرحتني، فبنقول my pleasure. واللي تقدر تستخدمها مع أصحابك بقى تقول له anytime. anytime يعني في أي وقت. نوصل لخامس مجموعة هنتعلم فيها لو احنا عايزين نسأل حد على أي معلومات احنا طالبينها. تعالوا نشوف ازاي. نقدر نقول مثلا Do you have any idea or clue؟ وبعد كده تكمل، يعني عندك أي فكرة أو معلومة. مثلا ممكن نقول Do you have any idea or clue where the supermarket is؟ يعني عندك أي فكرة أو معلومة فين مكان السوبر ماركت؟ You wouldn't happen to know would you؟ يعني انت مثلا ما عندكش معلومات عن الحاجة الفلانية، او بتكملوا بقى انتوا عايزين تسألوا عن ايه. would you يعني زي ما بنقول كده مش كده صح، مش انت ما عندكش اي معلومات. مثلا ممكن نقولها you wouldn't happen to know أحمد would you؟ يعني انت ما عندكش اي معلومات عن احمد او ما تعرفش احمد، مش كده. I don't suppose you would know وتكملوا، يعني انا ما اقدرش افترض ان انت عارف، وتقدر تكمل بعد كده الحاجة اللي انت حابب تسأل عنها. ممكن مثلا ان احنا نقولها I don't suppose you would know where the bus stop is. يعني انا ما اعتقدش ان انت عارف او عندك معلومات فين الموقف بتاع الباص، وهكذا. وصلنا لسادس مجموعة، هنقدر نرد ونقول لو احنا مثلا حد بيسألنا عن معلومات واحنا عايزين نقول I don't know او انا معرفش وما عنديش فكرة. تعالوا اقول لكم اكتر من طريقة. اول حاجة I have no idea. I have no idea ما عنديش أي فكرة. I haven't got a clue. I haven't got a clue كمان معناها ما عنديش أي فكرة. Sorry I can't help you there. Sorry I can't help you there معناها أنا آسف مش هقدر والله إن أنا أساعدك في الموضوع. I'm not really sure. I'm not really sure أنا مش متأكد إني عارف، مش عارف. I have been wondering too. I've been wondering too. تصدق يا أخي أنا كان عندي نفس السؤال. سابع مجموعة من الجمل هنتعلم فيها إزاي نوافق أو نقول إن إحنا موافقين. Exactly. Exactly يعني بالظبط. That is so true. That is so true يعني ده صح جدا. Absolutely. Absolutely خفيفة كده ولذيذة وتقولوا بيها أيوة فعلا معاك حق. That is so right. That is so right صح جدا 100%. I agree 100%. I agree 100%. أنا موافق 100%. I couldn't agree more. I couldn't agree more يعني أنا موافقة جدا. Tell me about it. Tell me about it يعني أيوة فعلا معاك حق. تامن مجموعة لو إحنا عايزين نقول العكس اللي هو disagree أو مش موافق. I'm not so sure about that. I'm not so sure about that معناها لأ أنا مش متأكد إني موافق على الكلام اللي بتقوله. That's not how I see it. That's not how I see it أنا مش بشوف الموضوع ده كده الصراحة. Not necessarily. Not necessarily مش لازم على فكرة، الرأي اللي أنت بتقوله ده مش لازم يكون صح. I can't really agree with you there. I can't really agree with you there يعني أنا الحقيقة مش موافق معاك في الكلام ده. تاسع مجموعة هعلمكم ازاي تقفلوا الكلام مع حد مش حابين تتكلموا معاه قوي وبطريقة ذوق وبولايت. Well, was nice chatting with you. Was nice chatting with you يعني تمام والله الكلام معاك كان حلو قوي شكرا كده. Right, I need to get going. Right, I need to get going يعني خلاص أنا عايزة أمشي بقى خلاص، يعني تمام معاك حق بس أنا تمام أنا لازم أمشي دلوقتي. وبصوا كده في الساعة وأنتوا بتقولوا الجملة دي. Well, I must be off. I must be off يعني أنا لازم أمشي دلوقتي حالا، افتكرت حاجة لازم أمشي. عاشر مجموعة من الجمل هنتعلم فيها إزاي نقول goodbye أو مع السلامة. Speak to you soon. Speak to you soon أكلمك بعدين مع السلامة. Send my love to your family. Send my love to your family يعني سلم لي كده على اللي عندك وأهلك وكده. وطبعا أشهر حاجة باي باي. باي باي. You take care now. You take care now خلي بالك من نفسك. واللي برضو مشهورة جدا جدا have a good one. Have a good one يعني زي ما تكون كده بتقول له أتمنى لك يوم سعيد. Talk to you later. Talk to you later يعني أكلمك بعدين.
وبكده نكون اتعلمنا أشهر 50 جملة في اللغة الإنجليزية تقدروا إن انتوا تعتمدوا عليهم في الديلي كونفرسيشن أو في المحادثات اليومية. ابدأوا إن انتوا اعملوا أمثلة دلوقتي حالا واكتبوهم كلهم طبعا ورايا، وتعالوا دلوقتي نبدأ براكتس بسيط جدا مع بعض تقدروا إن انتوا تعتبروه براكتس للمحادثة بتاعتكم وتتكلموا معايا. هعمل لكم جملة اسود وجمله باللون الاحمر، تقدر ان انت تختار في مره ان انت تسمع الجمله اللي باللون الاسود وتقول اللي باللون الاحمر او العكس. فيلا نبدا. خلونا نفترض محادثه دمها لطيف كده ودمها خفيف. لو حد مثلا جاي بيتكلم معاك وانت مش فاكر هو مين ده اصلا وجاي كده بيتكلم معاك بعشم، فتعالوا نشوف المحادثه هتكون ازاي. Hey, how is it going? Hey, how is it going? تبدأ ترد عليه. Can't complain. Can't complain. تمام، يعني ما اقدرش اشتكي. Do you have any clue what happened to Dina? Do you have any clue what happened to Dina? حد جاي بيتكلم معايا بيقول لي عندك اي فكرة ايه اللي حصل مع دينا؟ انا بقى مش بحب اتكلم على حد فهقول له I haven't got a clue. I haven't got a clue. معرفش، ما عنديش اي فكرة. It's better you don't know. I'm like you. I don't like to speak about people. يعني احسن ان انت ما تعرفيش، فعلا انا زيك بالظبط ما بحبش اتكلم عن حد. واضح طبعا. خلاص انا بقى عايزه انهي الكلام فهقول له right I need to get going. يعني خلاص انا لازم امشي بقى دلوقتي حالا، لازم امشي. فنقدر ننهي الكلام بقى ونقول له you take care now. You take care now، يعني انت بقى خد بالك من نفسك. وده كان تطبيق بسيط باستخدام الجمل اللي احنا اتعلمناها النهارده. طبعا تقدروا تعملوا محادثات كتير جدا جدا باستخدام كل الجمل اللي احنا اتعلمناها في فيديو النهارده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش انك تعمل لايك دلوقتي حالا الفيديو. اضغطوا دلوقتي حالا لايك، وكمان لو لسه مشتركتوش معايا في قناتي انجلش بلوج بليز اشتركوا معايا في القناه. اضغطوا دلوقتي حالا اشتراك وفعلوا الجرس كمان علشان يوصلكم كل دروسي الجديده. وان شاء الله اشوفكم على كل خير في فيديو جديد وحلقه جديده. باي باي.